عاشوا اهالينا على فكره الكومفورت زون، ان احنا دايما نعيش في حياه مستقره امنه، لكن بالنسبه لجين زي عنده مصطلحات مختلفه وعنده حكمه مختلفه لان الزمن بيتغير. فمن ضمن حكم جين زي او من ضمن مبادئ جين زي ان الحياه بتبدا خارج منطقه راحتك، يعني اول لما تطلع من الكومفورت زون حياتك بتبدا من جديد. نحترم حكمه جين زي وفريق جويا جامعه كفر الشيخ. جو جويا. هسألك سؤال، هو جويا ولا جويا ولا ايه؟ ويجي منين جويا؟ جويا. اوكي. جويا انا نطقت زي ما انت قلت لي. بالظبط. اوكي مظبوط. هو جويا جاي من كلمه كلمه اي فاحنا عملنا ميكس طلعت جويا. اوكي. اهلا بحضراتكم، انا يوسف طلعت من تيم جويا، عندي 21 سنه والاسك بتاعنا 4 مليون وربع. مصر تعد من اهم الوجهات السياحيه في العالم، تاريخ وحضاره ملوش مثيل، ومع تطور التكنولوجي ودخول الاي في كل تفاصيل حياتنا جه الوقت ان احنا نقدم جويا اللي هنعيد بيها تقديم حضارتنا بشكل شبابي تكنولوجي عصري، نقدر من خلاله ان احنا نشجع جين زي ان هم يعرفوا اكتر عن حضاره بلدهم. مش بس كده، احنا نساهم في تحسين تجربه السائح داخل مصر عشان نحقق رؤيه مصر 2030 في القطاع السياحي. الموضوع ابتدى لما كنت في ايفنت في مكتبه اسكندريه وزرت المتحف اللي هناك، ولما زرته كان متحف مبهر جدا وجميل، ولكن سالت نفسي اكتر من سؤال كان منهم ويا ترى انا هتحرك في المتحف ازاي، او ايه القطع المهمه اللي لازم ازورها. بس كان اهم سؤال بالنسبه لي هو السائح اللي جاي من بره البلد لوحده بيتصرف ازاي. ساعتها طلعت على طول على التيم بتاع الكليه بتاعتي وبدانا نشتغل، واكتشفنا فعلا ان السولو ترافلرز عندهم شويه مشاكل، منها انهم بيبقوا مش قادرين يتحركوا في المتحف او الاماكن الاثريه ازاي. تاني حاجه ان هم ما بيبقوش عارفين يعرفوا الستوري اللي ورا المكان ده ازاي. وعمليه حجز المرشد السياحي بتاخد على الاقل 48 ساعه قبل عمليه الزياره. ومن هنا جت فكره جويا اللي هنعيد بيها تقديم حضارتنا بشكل شبابي تكنولوجي وعصري زي ما قلنا، عن طريق موبايل ابلكيشن مبني على الاي اي والاوجمانتد رياليتي، بيقدم اميرسيف اكسبيرينس مميزه وما بتتنسيش. فجويا بتقدم اوفلاين نافيجيشن للسايح، هتعرفوا ازاي يتحرك في المكان الاثري، كمان هتقدم له اوتو ارتفاكت ديتكشن للقطع الاثريه اللي قدامه عشان يبتدي يعرف القصص اللي قدامه، كمان هتعرض له 3 دي فيجواليزيشن للقطع المكسوره، بالاضافه للكوميونتي اللي هنبنيه لمحبين السياحه. وعشان حلم ال1000 ميل بيبتدي بخطوه، احنا اشتغلنا على البروتوتايب بتاعنا داخل المتحف التعليمي بجامعه كفر الشيخ، واللي هنعرض لحضراتكم فيديو ليه في اخر البيتش. بالنسبه للماركت سايز، فاحنا الماركت سايز بتاعنا كبير جدا، فمعدل انفاق السولو ترافلرز حوالين العالم وصل لاكثر من 400 مليار دولار في 2023. مصر بس زارها حوالي 8 مليون سايح في اول جزء من 2024، متوقع يوصل ل 15 مليون. منطقه زي الاهرامات في 2023 زارها حوالي 5 مليون سايح، معدل انفاقهم في الارشاد السياحي وصل لاكثر من 40 مليون دولار. بالنسبه للكومبيتيتورز، فسوق الفيرتشوال جايدز فيه بلايرز كتير زي الابلكيشنز بتاعه المتاحف او الاوديو جايدز. بالنسبه للريفينيو فوركاست بتاعتنا، احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت مع الاكسبرتيز بتوعنا عشان نحط استراتيجيك بلان وفوركاستنج بلان واضحه وواقعيه. فاحنا بدايه ان شاء الله 2025 هنكون بنحاول نوصل ل 16000 يوزر. هنعمل ده عن طريق الريفينيو ستريمز بتاعتنا الاساسيه، وهي الوان تايم بيرشز او الدفع مقابل الخدمه. بنقدمها للمصريين متوسط التورز $13، وللاجانب $13، وللمصريين $1. الفوركاستنج بتاعنا زي ما قلت لحضراتكم مبني مع الاكسبرتيز بتوعنا. هنبتدي في 2025 نوصل ل 16000 كاستمر باجمالي $113,000، و2026 66000 كاستمر باجمالي $462,000، وهنوصل ان شاء الله بمعدل او بروسيت 35% للمليون او 970,000 كاستمر باجمالي 6 مليون ريفينيو 6,820,000 دولار في 2029. واحنا متوقعين ان البريك ايفن بتاعنا يكون بعد 13 شهر من بدايتنا. بالنسبه للفاينانشال اسك، فاحنا طالبين $85,000 او اللي هم 4 مليون وربع. دول هنصرفهم على ان احنا نبني الام في بي والاول تور لينا داخل القلعه. بعد كده هنبتدي نكمل التورز بتاعتنا ال3 تورز التانيين والتكنيكال ابلكيشن. بعد كده هنصرفهم او هنكمل الصرف على الاوبريشنز والاسيتس والماركتنج بالنسب اللي حضراتكم شايفينها. قبل ما اتكلم على التيم، استاذنكم التيم بتاعي يطلع.
احنا التيم بتاعنا كله الكور بتاعه هو تكنيكال، فاحنا من كليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ. ولكن احنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا بشكل قوي جدا ان احنا نفهم بزنس، نفهم تكنيكال، ونفهم يعني ايه فاينانس، ونفهم اوبريشنز. فاشتغلنا بشكل قوي على الموضوع ده عشان نطلع البروتوتايب بتاعنا. بالاضافه كمان ان احنا عندنا منتورز يعتبروا كي بلايرز في المجال بتاعهم. وفتره بنائنا للبروتوتايب بتاعنا والام في بي موديل دخلنا اكتر من 5 مسابقات بتوتال $15,000 جرانتس. والنهارده ان شاء الله هنبتدي قصه جديده في حكايه جويا. شكرا. برافو يا يوسف. يبان قدامك إنه حجر قديم، ولكن ده مش زي أي حجر، ده حجر رشيد، المفتاح السحري اللي فك شفرة الحضارة المصرية القديمة. دي بقى راس الملكة نفرتيتي، واحدة من أشهر وأجمل ملكات مصر القديمة. ده تمثال كاعبر اللي كان أحد الكهنة اللي موجودين في نهاية الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة الخامسة. هو تمثال فائق الجمال، معمول من الخشب، والعينين بتاعته معبرة جدا، وهتلاقي إن صاحب التمثال فخور بجسمه وبحجمه. يوسف برافو عليكم انت والتيم، لانه مشروع مهم وحته عندنا فيها مشكله حقيقيه في مصر. اشتغلتوا على التسعير ازاي؟ اوكي، احنا اول حاجه دايما كنا بنسال في الموضوع ده الاكسبرتيز اللي موجودين معانا. فبدانا اول حاجه نسال المرشد السياحي اصلا هو بياخد كام، وبياخد برايفت تور جايد بياخد كام، والجروبنج تور جايد بياخد كام. فبناء عليه بدانا نحط التسعير ده. تاني حاجه بدانا نشتغل على انه احنا البلان اللي احنا حاطينها دي هنبتدي ايه المينيمم او المينيمم فاليو للسعر، هنبتدي اللي يبتدي يكون افوردبل. فسعرت بقى بالمقارنه بالتور جايد، يعني انت $13 مثلا اضرب في 50 650 جنيه. اوكي، التور جايد بياخد كام؟ التور جايد بياخد تقريبا من 20 ل $25 في الجروبنج تور جايد. تسعير التور جايد بيوصل تقريبا ل 1200 جنيه. دي الحسبه اللي حطاها الوزاره ليه في اليوم، من 700 جنيه ل 1200 جنيه ده للجروبنج. في جزء بس مش عارف للعلم، لان انا يعني بحب ازور المتاحف دايما، بيبقى دايما بيتحط او دي خدمه بقت موجوده في معظم المتاحف المصريه والعالميه، بيبقى فيه QR كود. حضرتك بتدخل بتشوف الفيديو زي ده وبتشوف كل حاجه. فانت ايه اللي بيميزك؟ معلش ما هاخد مكانكم السؤال ده، بيميزك عن الكومباتيتور ده اللي هو اوريدي اداره المتحف او اداره المكان عاملاه بالفعل؟ بالظبط، هو اوريدي ده موجود ظهر قريب جدا في اكتر من برودكت. فكره الكيو ار لما بدانا ندرسها ان هي مش سكيلبل، بمعنى ان انا لو قدامي 10 افراد قدام القطعه، فان هم ال10 افراد يسكانوا الكيو ار كود في نفس الوقت، الموضوع ده صعب جدا. فاللي احنا بنحاول نشتغل عليه الاوبجكت ديتكشن اسهل بكتير من الجزئيه دي. تاني حاجه فكره ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان التجربه تكون بيرسوناليزد واميرسيف. ففكره ان احنا بنستخدم الاي اي في ان هو يتعرف تلقائي على القطعه بدون احتياج للكيو ار كود، دي من اكتر الحاجات اللي بتميزنا شويه في التكنولوجي. لو انت هتختار صوت حد هو اللي يمثل مصر، هتختار صوت مين؟ احنا حاولنا كتير قوي نتكلم في الموضوع ده ويعني ندور كتير على الصوت، ولكن اللي احنا بنحاول نبنيه هي جويا، فهي اللي بتبريزنت الحضاره المصريه بشكل مختلف. بالمناسبه احنا في البراندنج كمان بتاعنا ما ركزناش ان احنا نبقى مركزين بس على الحضاره المصريه او الحضاره الاسلاميه، احنا خدنا من كل حاجه. فالبراندنج بتاعنا لامم حاجات كتير، فاللي احنا بنحاول نقدمه جويا بصوتها المختلف. يعني اقول لك انا قصدي ايه، عارف لو تقدر بالاي اي تجيب صوت عمر الشريف ويكون ده مسموح بيه، يبقى هو اللي بيحكي الحضاره المصريه، هتريليت لناس كتيره قوي في العالم. احنا جزء من التورز اصلا مبني على ان مش جويا بس تكون لوحدها، هي جويا هتقول لك تعالى هجيب لك محمد علي مع كذا، فهيحكوا لك الاثنين كذا، فطبعا ده هيبقى موجود. بس احنا بنبريزنت جويا ان هي الفيرتشوال جايد اللي بتحكي لك الاسلوب. انت بلاتفورم تقدر تعمل منه وانس دخلت اي اي. وعايز ارجع لحته برضو التورست اكسبيرينس ده اخر رجوع ده، عشان بعد كده في جزء انتوا يعني مش عارفه انتوا فكرين فيه ولا لا، بس تورست اكسبيرينس مش هيبتدي بس لما يجي مصر، احنا ده هيبقى ماركتنج تور رهيب. لو انت عندك الابلكيشن دي داونلودبل بره، فهو يقدر يكريت انا عايز اروح فين وياخد معلومات ويسال اسئله
دن اول لما يوصل يبقى عنده بقى البيرسونلايز باس بتاعه، انت تقدر تعمل منه حاجات كتير. وهنا بقى تيجي الشراكه اللي ممكن يعملها مع جهات مختلفه عشان يقدر ومع يوصل في اوروبا طبعاً. يعني طبعا في مجال واسع. الكومبيتيشن في الحته دي يعني قويه قوي، طبعا قويه قوي، لان هو اغلب المتاحف والحاجات دي زي ما كان طارق بيقول بتتعمل ان هاوس. اوكي يعني زي هي ما احمد غالبا كان بيتكلم المساحات المفتوحه هتكون اوقع بالظبط، يعني ده اللي احنا زي ما بنتكلم فيه. احنا الهرم، بنبني القلعه، مجمع الاديان، مساحات مفتوحه، المعابد في الاقصر معابد في واسوان، الأقصر وأسوان. فاكتر من المتاحف يمكن، لانه زي لا المتاحف اتحلت. بس حتى في المتاحف فكره حلوه ان هي اب واحده اخش بيها المتاحف كلها، ما اضطرش كل مره داونلود اب مختلف. هدير ان ولا اوت؟ انا ان ب 400,000. طارق ان 300,000 جنيه، وبرافو عليكم، مشروع مهم وان شاء الله تعمل شغل حلو. ميرنا ان ب 400,000 وان احنا لا ب بنعدي مليون عدوا دلوقتي. المليون كده. بنعدي مليون، نعدي يبقى ايه في المشكلة؟ مشاركه من الصندوق معاك. هيشرح لك يبقى هيقول لك تفهم دلوقتي لازم نعدي. لا لازم ناخد موافقه. اوكي يا فندم. الصندوق هيشارككم فوق. اتفضل. احنا كمان من مايكروسوفت عايزين لان احنا بنعمل شغل كتير قوي وورلد وايد مع المتاحف، وعندنا اندستري مخصوصه لده. فوان عايزين نديكوا اكسس لفاوندرز هاب، يعني خشوا على فاوندرز هاب هيديك اكسس للتكنولوجي، فده هيبقى عندك الكلاود سبورت تقدر تسكيل بيه. وعايزه كونكتوا مع حد من عندنا في التيم، لان احنا بنشتغل في حاجات مع وزاره السياحه، وممكن نشوف ممكن نعمل ايه معاكم. شلبي ان ب 400,000 يبقى كملنا المليون ونص. مليون ونص. دكتور هاني بقى خلاص كده. خلاص ما فيش بعد مليون ونص، ما سوري. فيش، لانه بعد كده يعني اذا ربنا وفقهم وترشحوا ان شاء الله. للدور الثاني اللي هو المنافسه على 2 مليون. قفلنا اللعبه يعني. كده قفلتوا الا اللعبة لو خلاص. وصلت بقى للحلقه النهائيه ان شاء الله تبقى قفلت توصل بجد. باذن الله. يعني من جين اكس لجين زي لا تقارن بدايتك بموسم حصاد الاخرين. الف مبروك لفريق جويا جامعه كفر الشيخ، 1,500,000 جنيه دعم من جين زي. مبروك، اتفضل.